هنتكلم النهارده عن رسالة يوحنا الأولى، وعدد إصحاحات الرسالة دي هم 5، والهدف منه إن يوحنا بيأكد للمؤمنين إن إيمانهم صحيح بربنا يسوع. كمان الرسالة دي بتفكرنا إحنا إيه عقيدتنا كمسيحيين، وبتجاوب عن سؤال من هو الله، وبعد ما هنعرف مين هو الله بتجاوب لنا عن سؤال كيف نسلك كأولاد لله. آية 1 و2 في الإصحاح الأول البداية شبه جدا إنجيل يوحنا، بتتكلم عن طبيعة السيد المسيح الأزلي كلمة الله المتجسد. أما آية 3 و4 ففيهم الهدف من الرسالة، الشركة والوحدانية للكنيسة مع الله. هو ده الفرح الكامل والحقيقي. نلاقي الآية اللي بتقول الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. طبعا نحن اللي بيقولها القديس يوحنا هو يقصد بيها الآباء الرسل اللي شافوا وسمعوا السيد المسيح، لكن كلمة انتم هي كل الأجيال اللي بعد كده اللي دورها ان هي تؤمن بكرازة الرسل، بالرغم ان هي ممكن تكون ما شافتش السيد المسيح بالعين. وكل اللي بيؤمن بيدخل في شركة واحدة، مش بس مع الآباء الرسل بل مع الله، شركة في آلامه ومحبته وقيامته. والشركة دي هي علاقة حقيقية. وكمان يقول لنا فإن الحياة أظهرت وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. فهو هنا بيتكلم عن طبيعة ربنا يسوع، الله الكلمة الظاهر في الجسد، والقديس يوحنا بيأكد ان هو شهد على الحقيقة دي. فهي مش قصة من وحي خيال. كمان في الإصحاح الأول بيأكد اننا لازم نسلك في النور عشان يكون لنا شركة ونصيب مع الله. الإصحاح الثاني بيقول لنا ازاي نسلك في النور بحفظ وصايا ربنا، اللي بيقول ان ابن ربنا لازم يسلك زي ربنا، وخطاياه اللي بيتوب عنها وبيجاهد ضدها فدم ربنا يسوع يغفرها له. كمان نسلك في النور بالمحبة، دي وصية عهد قديم اللي هي كانت بتقول تحب قريبك كنفسك. وكمان ربنا وضح ده في مثل السامري الصالح، ان القريب ده بيشمل كل الناس. كمان بنسلك في النور بالبعد عن العالم وشهواته، الآية اللي الكنيسة اختارتها كشعار لختام الكاثوليكون، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن اللي في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة، وده اللي موجود في كل زمان ومكان. وكل ده احنا متنا عنه بالمعمودية مع المسيح، خلعنا الإنسان العتيق ولبسنا الجديد الروحاني اللي يقدر يغلب شهوات العالم. نسلك في النور كمان بالتمسك بالإيمان الصحيح ضد الهرطقات والأفكار الشريرة اللي بتنكر السيد المسيح. كل اللي بينكر المسيح فهو ضد المسيح. وللأسف كتير بيطلعوا من الكنيسة زي أريوس ونسطور، كانوا ولاد ربنا لكن هم رفضوا نعمة ربنا. أما المؤمنين بربنا يسوع هم اللي تمسكوا بكونهم أبناء الله. في الإصحاح 3 القديس يوحنا بيقول لنا إن أعمالنا هي مقياس بنوتنا لله. الشجرة الجيدة بتصنع ثمر جيد، وكذلك الرديئة بتصنع ثمر رديء. إحنا لو ولاد ربنا يبقى نسلك زي ما هو سلك، لكن لو ما سلكناش زيه نبقى مش ولاده. كمان الإيمان مش بالكلام بل بالأعمال. أفعالنا بتظهر إذا كان إيماننا حقيقي ولنا شركة فعلا مع الله ولا مجرد كلمات وخلاص. نفس الإصحاح بيتكلم إن إحنا لازم نحب بعض زي ما ربنا حبنا وأسلم نفسه لأجلنا. دي المحبة البذلة اللي بنتعلمها من صليب ربنا يسوع، ولازم نتمسك بيها ونحب بعض بنفس الطريقة. أما إصحاح 4 ففي تحذير من الأنبياء الكذبة. ببساطة فإن اللي بينكر لاهوت السيد المسيح هو كذاب وضد المسيح، حتى لو ادعى إن هو جاي باسم الله ومن عند ربنا. كمان بيتكلم على إن أولاد ربنا حياتهم متمركزة حوالين صليبه ومحبته. الله محبة، وولاده بياخدوا من محبته ويحبوا بعض بنفس الطريقة. وفي نفس الإصحاح في رجاء إن كل ما محبتنا لربنا تزيد كل ما نعرفه أكتر وخوفنا منه يقل. بدل الرعب من مقابلة الديان يتحول لشوق للقاء الحبيب السماوي، مهابة وحب الابن لأبوه، مش خوف العبد من سيده القوي. آخر إصحاح وهو إصحاح 5 في سر الانتصار على العالم، إيماننا بمحبة ربنا لينا. لو آمنا من قلبنا بربنا وحسينا بحبه لينا هيبقى الحب ده هو محور حياتنا. هنقدر نغلب العالم وشهواته، وهتقدر نفسنا تزهد الحاجات دي وتدوس على عسل العالم. كمان الإصحاح ده بيتكلم عن الإيمان الصحيح، إن ربنا يسوع هو واحد مع الآب ومع الروح القدس، هو ابن الله اللي بيعطينا الحياة الأبدية اللي ليس بغيره الخلاص. ودي شهادة الروح القدس اللي وصلت لنا من خلال التلاميذ. في الختام استنتاج جميل جدا مع تحذير، ربنا يسوع هو الله الظاهر في الجسد زي ما هو شهد عن نفسه، واحنا المفروض نقبل صورة الله زي ما هو، مش نحاول نشكل صورة ربنا بالطريقة اللي تعجبنا. لو عملنا كده فاحنا هنبقى بنعمل صنم نعبده مش إله حقيقي. ونعلم إن ابن الإنسان قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. كلمة الحق هنا معناها شخص الله اللي هو الطريق والحق والحياة، واحنا في الحق لأننا في شركة حقيقية مع الله نفسه من خلال ربنا يسوع اللي ادانا هدية وهي الحياة الأبدية.